اللي ما جربتهاش فايتها كتير. العفو عليكم. بالمنديل ابو قويه والضفيرتين والجلابيه واللكنه الفلاحي ومن بيت ستها وجدها في المنصوره وبالامثال الشعبيه وحكاوي زمان دخلت ايمان ميرا السوشيال ميديا وقلوب كل الجمهور، وكمان قدمت برامج في التلفزيون. اهو الاجواء دي مش هتعيشوها الا مع ايمان ميرا. تعالوا نعرف ايه حكايتها وازاي اتشهرت وليه اهلها كانوا رافضين ظهورها وليه الكل منبهر بيها كده. لما تتفرج على فيديو لإيمان ميرا هترجع لأكتر من 30 سنة لورا، وهتتخيل في الخلفية أغنية محمد فؤاد وهو بيقول خدني الحنين بعد السنين جابني هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا. بساطة وتلقائية وعفوية من بتاعة زمان اللي الكل مفتقدها دلوقتي، ورغم إنها في العادي لبسها في منتهى الشياكة، ولكن لما تشوفوها على الحقيقة مش هتصدقوا إن دي إيمان ميرا بتاعة حكاوي الأرياف اللي بتقدمها على السوشيال ميديا. الشيف إيمان بتظهر لابسة المنديل ابو قويه بتاع زمان والضفيرتين نازلين منه على كتفها، وطبعا هي محجبه وده مش شعرها، شعر عيره زي الباروكه كده، مجرد شكل هي بتظبط بيه اللوك مش اكتر. والجلابيه الفلاحي ولكنتها كمان شبه لكنه اهالينا في الارياف، واختيارها للشكل ده والاطلاله دي ساعدها كتير انها تتشهر وبسهوله. هي دورت على اللي يميزها ونجحت فيه. ايمان اسمها الحقيقي ايمان مصطفى، اتولدت في المنصوره ولكنها عايشه في السويس، خريجه كليه تجاره شعبه اداره اعمال، ودخلتها مش حبا فيها ولكن مجموعها في الثانويه هو اللي دخلها تجارة، ولما اتخرجت كملت المسيرة كمحاسبة ومديرة حسابات لشركة توكيلات ملاحية، واتجوزت وخلفت، وزي أي زوجة زهقت وكان عندها وقت فراغ بدأت تنمي حبها للسوشيال ميديا بكورسات ودورات علشان تكون محترفة، وفتحت قناة على اليوتيوب من حوالي 8 سنين، وبعدين عملت صفحتها على الفيسبوك وانستجرام. إيمان ما كانتش تتخيل إنها تتشهر كده، وفي فترة قليلة يتابعها ملايين والفيديو الواحد يعدي 13 مليون، وده شجعها تكمل. بس للأسف أهلها كانوا رافضين ده وخايفين عليها من المجال، ولكن وافقوا بس بشرط ما تظهرش بوشها. وفعلا في البدايه ما كانتش بتظهر واحده واحده، ومع شهرتها بدات ايمان تظهر وتعمل فيديوهات بشخصيتها الفلاحي دي. ايمان قالت ايام ما كنت صغيره في السن كنت مهتمه بنفسي جدا وبحب اهتم بشكلي ومظهري بشكل عام وطريقه لبسي، ولما كنت في ابتدائي اخترعت كريمات لشعري وبشرتي، فهي من صغرها ست بيت شاطره على كل المستويات مش الطبخ بس. هو يتقال انها شيف ولكن هي فنانه شامله في كل حاجه تخص البنات، ماسكات عنايه بالبشره والشعر ولبس وميك اب، وقدمت برنامج كمان على قناه هي وسميته مطبخ ستي بنفس محتواها على السوشيال ميديا. هي اتعلمت من ستها الاكل الفلاحي اللي بخيره وعلى اصوله، وقررت تنقل تجربتها بالشكل المبدع ده في بيت جدها الاثري وكل الانتيكات اللي فيه والطبليه والفرن بلدي والكانون والصفيحه اللي بعد طعامه اكلهم مفيش. الكل بيحب الحلقات اللي بتعملها عن حكاوي زمان وعاداتهم وتقاليدهم في المواسم والاعياد والمناسبات، كانهم بيتفرجوا على فيلم ولا مسلسل زي الوتد كده. شفتوا احنا متعلقين بالمسلسل ده ازاي؟ كمان بقى الجولات اللي بتاخدها في كل شبر في البيت والاوض الكتير والسطوح، فهي بتاخد المتابعين معاها لجوله عبر الزمن. فعلا هي مش طول الوقت في بيت جدها، ولكن في بيتها عملت ديكور يوحي بنفس الروح، وبتطلع وهي قاعده على الطبليه وتعمل الوصفات، واحيانا برضو من المطبخ الافرنجي.